على عدة شروط، وظاهر كل تلك الشروط ضرر للمصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الشروط: أولا، تتوقف الحروب بين المسلمين وقريش لمدة 10 سنوات. ثانيا، يعود المصطفى صلى الله عليه وسلم للمدينة المنورة هذا العام ولا يدخل مكة، ثم يأتي العام القادم ليؤدي مناسك العمرة. ثالثا، من يأتي مسلما من قريش إلى المدينة المنورة يتم رده إلى قريش أي إلى مكة المكرمة، ومن يرتد عن الإسلام يسمح له بأن يذهب إلى قريش. شروط هذا الصلح ضرر كبير وإهانة، ولكن قبل المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه الشروط. عندها نزلت سورة الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. يا الله، أي فتح حدث في هذا الصلح؟ الفتح أتى فيما بعد. الهدنة التي حدثت بين المسلمين في المدينة والمشركين في مكة جعلت المصطفى صلى الله عليه وسلم يأمن الحرب معه ويتفرغ لنشر الإسلام في شبه الجزيرة العربية. خلال الأشهر التي تلت الصلح انتشر الإسلام في غالب شبه الجزيرة العربية، وبعد أن كان المسلمون قلة أصبحوا كثرة. الله تعالى غير وجهة المصطفى صلى الله عليه وسلم والمسلمين من فقط فتح مكة أو الذهاب إلى مكة إلى أن ينتشر الإسلام في العالم العربي من حولهم. وتشاء أنت من البشائر قطرة ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر. وبقي الصلح حوالي السنة والأشهر القليلة، ثم خرقت قريش الهدنة بارتكابهم مجزرة بإحدى القبائل المتحالفة مع المسلمين. عندها جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكان تعدادهم حينها 10,000 مقاتل، وذهبوا إلى مكة فاتحين، ولم تكن هنالك لقريش أي مقاومة تذكر. وهذا ما يحدث لك بالضبط. يغلق الله عنك باب وتظنه باب الفتح، وبإغلاقه يكون الفتح. ينكسر قلبك نعم، ولكن ليخرج من قوقعته وينفتح على العوالم المختلفة، فتعرف حينها أن ما ظننته مستحيلا سخره الله لك عندما أغلق عنك تفكيرك المحدود. نعم، الله تعالى يريدك أن تنال ما تريد، ولكن بالشكل الذي يريدك أن تنال ما تحب، معززا مكرما. لذلك انتظر، فهو يهيئ لك الأسباب فقط. إنا فتحنا لك فتحا مبينا.